هذه التدوينة مشاهدينا أثارت جدلا واسعا، فقد انتقده كثيرون بسبب وصفه من يريد التضحية لهذا العام بأوصاف لا تليق بهم والتشكيك في تدين هؤلاء، بدلا من انتقاد المسؤولين عن تراجع الثروة الحيوانية بشكل غير مسبوق وتقديمهم للمحاسبة. عبد القادر هنا قال: وصف الناس بالمرض وهذا الكلام القاسم المفروض أن يوجه إلى المسؤول عن القطاع الفلاحي لسنوات والذي أوصل البلاد إلى ما نحن عليه. لا يمكن أن نتهم الجفاف والطبيعة ونحن نعلم أن من كان يسهر على تدبير القطاع الفلاحي هو المسؤول الأول، ولهذا جاء أيضا تدخل جلالة الملك بإسناد مهمة إعادة تكوين القطيع إلى وزارة الداخلية. ننتقل إلى إبراهيم مجاهد الذي كتب: عوض جلد الشعب اللي أنتم مجتهدين فيه، تحدث عمن هم وراء الكوارث والفضائح التي يعرفها المغرب. أين الملايين التي صرفت على ما سمي المغرب الأخضر؟ وأين الملايين لدعم المواشي؟ الشعب لم يعد يثق في أي شيء إلا إذا بدأت محاسبة الرؤوس الكبرى التي تسرق البلاد وتستعبد العباد.